بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي دي كرة القدم وهي دي ظروف كرة القدم. زي ما بيقولوا ثلاث اخطاء بثلاث اهداف. الزمالك زي ما انا قلت في المؤتمر اللي فات، انا بعد مباراة فيوتشر كنت حضرت المؤتمر اللي فات وقلت ان الزمالك هيعاني والفترة اللي جاية، بالرغم ان احنا كنا كسبنا المباراة، والمعاناة دي هتبقى من خلال ان احنا لحد دلوقتي احنا امورنا هتبقى صعبه. طب صعبه ليه؟ او اللي جاي هيبقى صعب ليه؟ انا هلعب كل 3 4 ايام مباراه. يعني انا عندي يوم الجمعه اللي جايه ماتش في بطوله افريقيا شباب بلوزداد، وبعديها بيومين هنلاعب سموحه هنا تاني، نرجع نلعب سموحه هنا في الدوري، وبعديها ب4 ايام هنلاعب المريخ السوداني في ليبيا. المعاناه اللي احنا هنعانيها من عدد اللعيبه اللي موجوده معانا، واحنا طبعا لصالح مين ان احنا يتضغط علينا بالشكل دوت خلال الاسبوع اللي فات كله، سواء بقيد اللعيبه او الاضافات اللي واحنا بنعمل الاضافات دي، لان احنا عارفين ان احنا هيبقى عندنا مشاكل في العدد خلال المرحله اللي جايه، وبالتالي عملنا الاضافات. فانا شايف ان في ضغط نفسي على نادي الزمالك وعلى لعيبه نادي الزمالك وعلى اداره نادي الزمالك في الاسبوع اللي فات. انا لحد امبارح مش عارف اجيب معايا اللعيبه ولا ما اجيبش معايا اللعيبه، فانا شايف ان في حاجه في اتجاه معين بتضر بمصلحه نادي الزمالك في المرحله اللي جايه. لو بالشكل دوت، لا طبعا نادي الزمالك بالشكل دوت يبقى مش هيقدر يستمر في بطوله الدوري بشكل تنافسي او بشكل احنا بطل الدوري السنتين اللي فاتوا، كان الامور اهدى من كده بشكل محترم، رغم ان احنا كان عندنا الفترات اللي فاتت مشاكل كتيره في السنتين اللي فاتت، لكن السنه دي لا، في ضغط بشكل غريب جدا، وفي تعنت غريب جدا اللي احنا بنشوفه خلال الاسبوع اللي فات، من خلال اللعيبه هتتأيد، لا رحنا للاتحاد الدولي، لا رحنا للاتحاد المحلي، لا ده شأن داخلي، لا ده شأن خارجي. فانا شايف ان في اسباب هتخلي الزمالك يعاني السنه دي بشكل قوي جدا، ومش هتخليه بس يعاني في محليا، ده هيخلينا كمان نعاني افريقيا، وبالتالي ده في مصلحه مين؟ يعني انا اعاني محليا، طب قلنا في مصلحه فرق الدوري، لكن اعاني افريقيا ده في مصلحه مين؟ انا ممثل البلد نيابه ان انا بطل الدوري، وبالتالي انا لازم امثل البلد بشكل كويس. الشكل كويس دوت مش هيحصل الا لما يكون عندي العدد لعيبه كفايه تلعب معايا البطوله المحليه، والا كده انا مش لاعب البطوله المحليه او مش هلعب بالدوري. العب الدوري ليه وانا ما عنديش العدد اللي يشغلني في الدوري وفي بطوله افريقيا؟ وبالتالي لابد من وقفه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله لحسم الامر في عدد اللعيبه اللي احنا تم ضمها وقيدها. يا اما تقولوا لنا ان احنا اللعيبه دي هتتأيد، يا اما تقولوا لنا اللعيبه دي مش هتتأيد، عشان نعمل حسابنا خلاص ما نبصش بقى للبطوله المحليه ونركز في البطوله الافريقيه بالعدد اللي موجود النهارده. لو تشوفوا دكه اللعيبه، طبعا كل اللعيبه اللي موجودين قد واشتغلوا وتعبوا وشقيوا، لكن انا ما عنديش العدد الكافي. لما النهارده عندي خط ظهر كامل، حمزه المسلوسي، الونش، وعبد الغني مصابين. النهارده بنبدا بالزناري، لعيب كبير ولعيب مميز، بيتعور الزناري، بنزل محمد طارق اللعيب اللي هو الصغير، النهارده ببدا بسيف جعفر. فالسكواد اللي موجود سكواد ما يساعدش لا البطوله المحليه ولا البطوله الافريقيه. ده لصالح مين؟ انا مش عارف. اتفضل.